التأسيس مفروض يكون عارف ايه؟ لو ابني هيدخل مدرسة مفروض يكون وصل لحد فين؟ Let's go. انا داليا سالم انجلش ترينر. خلينا نشوف مفروض ابنك يكون عارف ايه. اول حاجة الطفل اللي هيدخل مدرسة المفروض يكون عارف ABC letters، حروف ال ABC كلها capital و small، بيعرف يميز بينهم. رقم 2 عارف ال short vowels اللي هي المتحركة القصيرة اللي عندنا 5 short vowels اللي هما A وال E وال I وال O وال U. عارف يكون كلمات بسيطة like cat cat ب a bam s a san and so on. مش شرط الكلمات اللي بيكونها يكون لها معنى، ولكن لازم يكون بيعرف يستهجى in English. اوكي، زي ما احنا بنستهجى في العربي كده ونقول a ب كده، برضو في الانجليش نفس النظام. تمام. تاني حاجة الحروف المتحركة الطويلة. يعني ايه الحروف المتحركة الطويلة؟ يعني الكلمات long أكتر من vowels. 3 حروف، زي مثلا ماجيك اي مع ال A مع ال I مع ال O مع ال U، مثلا زي can K and so on. وطبعا عارف باقي الحالات long vowels. إذا ما كانش عارفها مفيش مشكلة خالص، هيعرفها بإذن الله. لازم يكون عارف ال H brothers اللي هي ال H وأخواتها، أو إحنا بنسميها ال digraph consonant digraphs، اللي هي مثلا PH makes WH makes و، TH makes and SH makes sh، CH makes ch. لازم يكون عارف الحاجات دي، ده بيسهل عليه جدا في التأسيس. لازم يكون عارف كل حاجة محيطة بيه الإنجليش. يعني يكون عارف هو لابس ايه، لازم يتعلم clothes اللي هي الملابس. هو لابس ايه، لابس مثلا تي شيرت، لابس دريس، لابس بانتس and so on. لازم يكون عارف الفيجيتابلز، عارف الحاجات اللي بياكلها بقى، عارف الخضروات، عارف فروتس، عارف الفواكه زي الابل زي البنانا and so on. لازم يكون عارف الهيلثي فود والانهيلثي فود، عارف الحاجات الصحيه والغير صحيه. يكون عارف بقى مكروني، باستا، ميت and so on. المفروض كمان يكون عارف الكالرز الالوان، عارف هو لابس وعارف الوان لونها ايه. عارف ان كلمة فاتح يعني light، كلمة غامق يعني dark، فهنا هنقول dark blue black and so on. المفروض يكون عارف الكالرز. المفروض يكون عارف كمان الشيبس، عارف السيركل square triangle and so on. طبعا ده كله انا عاملاه باغاني، هتلاقيه عندي على قناة اليوتيوب وعندي على الفيسبوك. تمام. لازم كمان يكون عارف الويذر الطقس، عارف النهارده هل الجو كان ممطر rainy ولا كان sunny، الجو كان شمسة ولا كان ايه بالظبط. تمام. لازم يعرف كمان الفاميلي ممبرز، عارف بابا وعارف ماما. لازم يعرف mother father brother sister and so on. لازم كمان يعرف class room بقى، اللي هي الحاجات اللي في الفصل عنده، عارف البن البنت الإريسر، عارف بريه يعني ايه. لازم يكون عارف الحاجات دي in English. اوكي. واحدة واحدة الطفل هيبتدي يتعلم، وأورال يعني شفوي، مش مطالب منك ان هو يكتب كل الحاجات دي، ولكن شفوي. يكون عارف بقى حيطة يعني ايه wall، سقف يعني ايه ceiling، الأرض يعني ايه floor. المفروض يكون عارف الحاجات دي علشان لما يدخل في المنهج يكون مستوعب وفاهم جدا. ما تسيبيش ابنك بدون تأسيس وبعدين تيجي مثلا في جريد 4 اصلا ابني مش ماشي في المنهج. ما حضرتك مش ماشي في المنهج علشان هو مش عارف الساينس اوف ليترز، مش عارف الحاجات ان انجلش، ما بيعرفش يستهجى ان انجلش. يعني بتجي لي ام مثلا عندها طفله في سنه رابعه وتيجي تقول لي اصلا ابني ما بتعرفش تقرا، او بنتي ما بتعرفش تقرا. ما بتعرفش تقرا علشان هي مش عارفه الساينس اوف ليترز، ولا عارفه شورت باوتس، ولا عارفه لونج باوتس، ولا عارفه اي حاجه في اي حاجه. علشان كده وبقى صعب جدا على الطفل يستوعب طالما مش متأسس. فلازم لازم تحط بنيان سليم من التأسيس. follow for more.